صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير على حسب ما بتشوفونا، او مساء الخير. النهارده بقى عاملين اكله شتويه كده تدفي الولاد، محشي كرنب وعاملين ورق عنب. تعالوا بقى نشوف تفاصيل المحشي القمر بتاعنا ده. شايفين بقى هنا استباع صغنن، بحب استباع كده تكون صغير على طول على قد البق كده. بقى نشوفوا ده الورق العنب اللي احنا كنا خبزينه مع بعض، اللي احنا سقطناه في ميه مغليه وعيناه تاني، لسه ما جربتش اللي هو بتاعان فريش. عملنا بقى المحشي مع بعض اكتر من فيديو، الخلطه والسلق وكده، فمرضاش اطول عليكم الفيديو. يلا يا حلوين، لسه ما حطيتوش اللايك؟ يلا بقى حطوا لنا لايك وكومنت سبسكرايب عشان القناه تكبر بكم فضلا وليس امرا. ما تنسوش بقى دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل، ودعوه حلوه كده لقلب امها، ربنا يخليها يا رب ويشفيها ويبارك لي فيها يا رب. تعالوا بقى نخش في تفاصيل الفيديو. هنا ورق العنب والكرنب حطيت عليه الملح كده، ويلا نحط القرد بتاعه ونظبط. هنا الشوربه بتاعتي كده سمينه، شوربه بلدي سمينه قوي، فبتخلي المحشي بجد سمنه. الوش ده كده عباره عن سمنه كده صافيه كده. يلا بقى ندي الشوربه كده تقليبه. هنا الشوربه طبعا انا غلياها، يفضل ان هي تكون مغليه وسخنه، او لو هنحط ميه او مرقه تبقى سخنه برضو. يلا بينا بقى نحط كده الشوربه على المحشي زي ما انتوا شايفين كده، ونديله هزه حلوه. انا عايزه الشوربه هنا تكون على السطر اللي قبل الاخير، ما يكونش مغطيه المحشي، يطلع مفلفل ويطلع جميل جدا. يلا النار عاليه بقى، واول ما يغلي كده نهدي النار وسط لحد ما ينشف، ونهدي النار بقى ايه لحد ما يتردد معانا. وهنا بقى كان الاكل خلص. تعالوا بقى شوفوا جمال المحشي، حراق كده دافي في الشتاء، والشوربه بقى وعليها نص ليمونه. يا جمال ورق العنب هنا في حتة تانية خالص، مستوي جدا ما بيشدش وجميل جدا. هنا بقى الفرخة الباقي كده سلقينها ومحمرينها في الفرن. وكده يبقى اكلتنا النهاردة خلصت، يا رب تعجبكم. يلا بقى تشجعوا وقوموا اعملوا شوية محشي لولادكم كده، واشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ سوما.